وقعت غرفة التجارة والصناعة بتونس وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس المغربية على تحيين لميثاق التوأمة الذي يجمعهما بغاية تطوير حجم التعاون بينهما. في سياق ما صنف مسعى لمواكبة التحولات في السوق الاقتصادي العالمية، برمت غرفة التجارة والصناعة لتونس وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس المغربية ميثاق توأمة في صيغة محينة لميثاق يجمعهما منذ ديسمبر سنة 2000. الهدف واحد: الاستفادة من الإمكانيات الإضافية المتوفرة في البلدين وتدارك نقص في المعلومات عن خصائص اقتصادي البلدين. اليوم احنا طرحنا على الأخوة المغاربة، هو تعرفوا لي تونس، غرفة تونس يعني قاعدة تبعث في منظومة جديدة، بلاتفورم إلكترونيك اسمها تونيزيا تريدينج، باش ينسهروا معنا في المنظومة هذه باش تقع تحيين المعلومات بصفة آلية وبصفة يعني حينية لتعميم المعلومة، لتقييم الإمكانيات اللي موجودة في البلدين، للتعريف بالتشريعات والتشجيعات اللي موجودة. والاتفاقية السابقة لم تضمن نتائج عملية ملموسة، فكان لزاما من منظور المشرفين على الغرفتين التونسية والمغربية تطويرها حتى تصير إطارا قانونيا يضبط الأهداف بالنسبة إلى رجال أعمال البلدين. هذا الإطار القانوني هو في إطار الاتفاقية والملحقة عليها، ونحن متأكدين بأن هذه الاتفاقية والملحقة ديالها سوف تعطي نتائج جيدة بالنسبة لا للاقتصاد المغربي ولا بالنسبة للاقتصاد التونسي، وسوف تفتح آفاق واعدة بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة ورجال الأعمال التونسيين من أجل التكامل ومن أجل دخول أسواق جديدة خارجة عن نطاق المغرب العربي، ولكن نطمح إلى أسواق في إفريقيا، إلى أسواق في أمريكا، إلى أسواق في أوروبا، ولكن ندخل هذه الأسواق كمتحدين يد في يد كأننا مقاولة واحدة. المبادلات التجارية بين البلدين ظلت ضعيفة. على سبيل المثال سنة 15 و2000 بلغت 1.5%، واتفاقية اليوم التي تلا موكب توقيعها لقاءات بينية محاولة لتطويرها.